حبايبي الحلوين اللي بيسمعوا كلام بابا وماما، هنحكي حدوتة صغيرة قبل النوم. في غابة كبيرة أشجارها عالية وجميلة، كان في كسلان اسمه نعسان. نعسان ده كان بطل العالم في الاسترخاء، لدرجة إن أوراق الشجر كانت بتتساقط أسرع ما هو بيغير وضع نومه. وكان عنده صديقة مقربة جدا، بطة اسمها صرصارة. صرصارة دي كانت عكسه تماما، صوتها عالي جدا وبتحب تتكلم عن أي حاجة تخطر على بالها، وحتى اللي ما يخطرش في بالها. وفي يوم من الأيام صرصارة جات لنعسان وهي بتنهج من كتر الكلام والجري، وقالت له: يا نعسان يا نعسان يا نعسان، تخيل ايه اللي حصل. انا شفت فراشة جميلة لونها بنفسجي مخطط بالبرتقالي وبترقص حلو جدا. انا فكرت فيك على طول علشان عارفة ان انت بتحب الالوان الهادية. لازم تشوفها، ايه رأيك؟ يلا بينا نشوفها. لازم تشوفها، بس هي للأسف بعيدة شوية عن هنا، بعيدة حبتين 3 ورا 7 تلال. نعسان فتح عين واحدة بصعوبة وبص عليها ببطء شديد، كأنه بيحاول يفهم، وبيقول: ب... بنفسجي، ب... بر... برتقاني، آه، بس 3 تلال كتير قوي. نعسان قال كده وهو بيكمل نومه. راحت هي قالت له: 3 تلال ايه؟ انا قلت لك 7. نعسان اصحى، فوق معايا. يلا يا نعسان، هحكي لك على كل حاجة شفتها، كل نملة، كل سحابة، ومش هسكت ولا لحظة. البطة كانت بتقول كده وهي بتتنطط حوالين نعسان. بدأت الرحلة الكوميدية. البطة كانت بتحكي عن كل شجرة بتقابلها. ودي شجرة اسمها توت، بس هي مش بتطلع توت، بتطلع أوراق. بس ليه بقى؟ أنا فكرت ممكن يكون عشان هي كسلت تطلع توت زيك يا نعسان. ونعسان كان بيتحرك ببطء، لدرجة إن البطة صرصارة كانت بتحكي قصة حياتها كلها لحد ما هو يعدي شبر واحد. وهم ماشيين البطة شافت حفرة صغيرة، راحت قالت له: يا نعسان، بص الحفرة دي ممكن يكون فيها ايه؟ ممكن مثلا يكون فيها كنز، أو ممكن يكون فيها أرنب. وقعدت تتكلم لمدة ساعة كاملة عن الحفرة دي، ونعسان كان لسه بيقرب منها ببطء. وفي الآخر اكتشفوا إن هي حفرة عادية جدا فاضية، وصلوا لها بعد كتير جدا. البطة كانت متحمسة جدا وقالت له: نعسان، بص يا نعسان، بص النهر ده. احنا هنعدي النهر ده، احنا ممكن نبني زي كوبري كده، او ممكن نسأل السمك يقول لنا عن التوصيلة ازاي، او ممكن مثلا نعدي بالسباحة. بس انا مش هعرف اسبح كويس، انا بتلخبط بين رجلي اليمين والشمال. نعسان مد إيده ببطء شديد وشد فرع شجرة ونام عليها، وقال لها: يا بطة، اطلعي معايا المركب بتاعتي. صرصارة طلعت فوق الفرع اللي كانوا بيطفوا ببطء شديد في النهر، وقعدت تحكي عن المية والطحالب والسحابة اللي شكلها على شكل جزرة. وبعد أيام وأيام من المشي والكلام وصلوا أخيرا للمكان اللي فيه الفراشة. نعسان فتح عينه ببطء وشاف الفراشة بنفسجي وبرتقاني زي ما صرصارة قالت بالظبط، وقال: جميلة، جميلة جدا. وقال كده وهو بيبتسم، والفراشة كانت بتطير حواليه. صرصارة كانت فرحانة جدا إن نعسان عجبه المنظر، وقعدت جنبه تحكيله عن جمال الفراشة وعن الرحلة كلها والمغامرة اللي ممكن يعملوها بكرة. ونعسان كان نايم ومبتسم، وعرف إن الصداقة ممكن تكون بطيئة شوية، بس فعلا هي جميلة وكوميدية ولذيذة. أتمنى تكون حدوتة النهاردة عجبتكم يا أصحابي. أشوفكم في حدوتة جديدة. مع السلامة. مع السلامة.